يا مونيكا، انا بقرأ كتير ولكن ما بفتكرش اللي بقراه، كأني بخلصه وكده بشوف كتاب تاني واللي بعده واللي بعده واللي بعده، بحيث ان انا بعد كده بكون نسيت انا اصلا قرأت ايه، وبالتالي ما بكونش استفدت اي حاجة. دول 6 طرق او 6 حاجات انا يعني جربتهم في مسيرتي القرائية ونفعوني جدا، ويعني كانوا رائعين معايا جدا، وحبيت اشاركها معاكم. وكمان لو انتوا عندكم اي طرق يا ريت تشاركوها لي في التعليقات، علشان ده اصلا كان سؤال واحد في الفيديو اللي فات، وقال لي يا مونيكا انا بقرأ ولكن مش عارف ازاي انت بتفتكري الحاجات اللي بتقريها، فانا قلت له ان احنا نعملها فيديو. هو وافق جدا على الاقتراح ده. اول حاجة ان انا بكتب النقط الاساسية بس اللي انا استفدتها من كتاب معين. وبالمناسبة النقط الاساسية دي يعني ايه؟ يعني فرقت كتاب عن التاني. يعني في معلومة مثلا ممكن تكون موجودة في الكتابين، خلاص انا اتعلمتها من كتاب واحد، انا مش عايزة المعلومة دي، انا عايزة المعلومات اللي انا اتفاجئت بيها وحسيت ان هي اول مرة اعرفها في حياتي وانا بقرأ الكتاب ده. يكون معايا ورقة دايما طول ما انا بقرأ الكتاب ده، واي معلومة جديدة بلاقاها اكتبها على طول علشان منساهاش. ودي حاجة هتخليني ان حتى لما ارجع مش فاكرة الكتاب يا سيدي، مش فاكرة بيتكلم عن ايه، ومش فاكرة اي حاجة خالص منه، هفتكر بس الكتاب ده كان في كام نقطة انا اتعلمتها جديد، ويكون كده انا احتفظت بالنقط اللي اتعلمتها يا سيدي، مش الكتاب، هكون اخدت الاستفادة. القراءة احيانا بتدينا بعض من المتعة، حلو، فاحنا هناخد المتعة دي واحنا بنقرأ الكتاب، والاستفادة هناخدها من النقط الاساسية اللي احنا كتبناها عن الكتاب ده. تاني نقطة كانت بتخليني افتكر كل حاجة عن الكتاب، وهو اني احلل الكتاب او الرواية دي. يعني ايه احلل دي نقطة انا ما وصلتلهاش غير بسبب خبرة في مسابقات القراءة. كان دايما ما يسألنيش يقولي احكيلي عن الرواية او احكيلي عن الكتاب، لا، كان يسألني اسئلة تحليلية اكتر. يعني مثلا كان يقولي ايه اكتر حاجة كنت عايزة الكاتب يتكلم عنها وهو ما اتكلمش؟ طب النهاية دي كنت حاساها مناسبة للكاتب؟ طب ايه رأيك لو كنتي مثلا عايزة تضيفي حاجة للكتاب او عايزة تحوشي من الكتاب؟ طب مين البطل اللي في الرواية اللي حسيتي ان هو ملهوش لازمة وما ضافش حاجة للرواية، او دوره ما كانش ليه اي تأثير قوي؟ طب مين البطل اللي حسيتي ان هو مظلوم شوية في الرواية؟ الحاجات دي حسستني ان انا كنت بعيش مع الرواية بس بعقلي، بحيث ان انا بعرف احلل وانقد بشكل كويس. يعني اشوف الكاتب ما كانش كاتب ايه حلو، مثلا النهاية ما كانتش حلوة، عايزة اغيرها في خيالي، فبالتالي بتكون حاجة مرتبطة في مخي ان انا غيرت نهاية رواية كذا في مخي. يعني مش مهم ما نشرتش النهاية دي لان هي مش انا اللي كاتبة الرواية، ولكن التحليل ده بيخليك عايش مع الرواية فترة اكبر، او الكتاب، علشان في ناس بتتضايق من الروايات او الكتاب حتى. يعني احيانا كنت اقرأ كتاب مثلا تنمية ذاتية او تاريخ، واقول هو ليه ما اتكلمش عن الحدث ده، او ليه ما دمجش مثلا حياة الشخص في التاريخ ده عن الحادثة، يعني دمج الاتنين مع بعض. كنت بحس ان احنا كده هنبص نظرة او هنشوف نظرة شاملة للموضوع اكتر. فبالتالي اللي انا عايزه اقوله لكم ان انتوا تحللوا الكتب اللي انتوا بتقروها، كان المفروض يزود ايه او ينقص ايه، متفقين مع الكاتب ولا لا، وهكذا. دي حاجة هتخليكم هضمين او فاهمين الكتاب اكتر. تالت نقطة بقى دي غريبة شوية، ما قراش حاجة مشابهة للي انا قريته قبل كده. بمعنى ايه؟ قريت مثلا رواية ربع جرام، بما ان احنا كلنا بقينا عارفين الرواية بسبب الحلقة اللي فاتت. لو ما حضرتوش الحلقة اللي فاتت اللي هي ليه اقرأ للروائي عصام يوسف، فلازم تحضروها، فيها سيرة ذاتية للكاتب عصام يوسف، وكمان فيها كلام عن الروايتين وليه اقرأهم واستفدت ايه منهم، مهمة جدا. والحلقة مش كبيرة، دي اقل من 15 دقيقة يا فندم، فانت كده بالتمام ومش هنضيع اي وقت. نرجع بقى لموضوعنا. يعني ايه؟ يعني انا مثلا قريت رواية ربع جرام، حلو، بتتكلم عن الادمان، وهي رواية وفيها ابطال كتير جدا. اعمل ايه بعديها مونيكا؟ اقرأ كتاب علم نفس، اقرأ كتاب تاريخ، اقرأ اي كتاب غير لما تكون رواية، وكمان ما تكونش رواية بتتكلم عن الادمان. ما اقراش رواية حتى بوليسية وفيها الشخص مدمن فعمل حادثة، ما اقراش اي حاجة ليها علاقة بالادمان او ليها علاقة برواية
غير لو رواية يعني بعيد بعد جذري. يعني ممكن رواية رومانسية مثلا، مع اني مش مهتمة قوي بروايات الرومانسية لان بحسها ان هي دون قيمة يعني، ولكن في ناس بتحب تقرأها يا سيدي، فممكن لو انا بقرأ رواية واقعية وبعدين قريت رواية رومانسية ما فيش مشكلة. اللي انا بتكلم فيه معاكم ان انتوا ما تقروش حاجة مشابهة للحاجة اللي وراها. يعني لو قريت تاريخ ما اقراش بعديها تاريخ عشان المعلومات ما تدخلش في بعض، او التواريخ ما تدخلش في بعض. لو بقرأ سيرة ذاتية لحد ما اقراش بعديها السيرة الذاتية لحد تاني علشان المعلومات ما تخشش في بعض. علم نفس مع علم نفس، بصوا يا جماعه ابعدوا عن نفس التصنيف ورا بعض. يعني قريت علم نفس بعدين نفصل بروايه صغننه كده، بعدين نقرا تاريخ مثلا وهكذا، لكن ما نقراش كله ورا بعض. في رابع نقطة هي مشابهة شوية لأول نقطة. في ناس كتير ما بتحبش تكتب حلو، وأنا شخصيا من الناس دي. أنا من الناس اللي بتحب الكلام والرغي أكتر من الكتابة، وكان اللي بيخليني أكتب إن أنا كنت بشترك في مسابقات قراءة، فبالتالي كان لازم ألخص الكتاب أو أتكلم عن أي نقط فيه علشان يعني يكون زي استمارة للكتاب ده. فبالتالي كنت بكتب عشان ده بيسهل عليا خطوة الكتابة في المسابقة. لكن انا شخصيا مش من محب الكتابة، ولو مش هشترك في المسابقة ما كنتش هكتب. فبالتالي الحل التاني ايه؟ هو اني اسجل. التسجيل يا جماعة من احلى الحاجات وامتعهم. ليه؟ حتى لو انا هحكي قصة رواية مثلا بحكيها بسرعة، فلان عمل كذا، اتولد في كذا، الحاجات السريعة المهمة. يعني مش هحكي لكم عن سبب فرعي او شخصية فرعية. كمان مش هحكي لكم عن ملكة المجوهرات اللي موجودة في الرواية، حاجات غريبة بتكون موجودة في الرواية. او مثلا اللي انا فاكراه مثلا في تراب الماس ان كان في شخص صاحب البطل كان بيلبس قميص كاروهات مثلا. يعني مش هسيب كل ده وامسك في الكاروهات، فاهمين؟ لا، ده انا كنت بحكي الموضوع بسرعة كأنه قصة وخلصت وخلصنا وفاهمين. فاللي انا عايزة افهمه لكم ان التسجيل برضو يقدر يشتغل شغلانة الكتابة، ولكن لو انتوا بتشتركوا في مسابقات الاسهل ليكم الكتابة، علشان الكتابة بتسهل عليكم خطوة استمارة الكتب. كمان اقدر اسجل تسجيلات صغيرة. يعني في ناس هتقولي يا مونيكا انتي قلتي ان واحنا بنقرأ نخلي معانا ورقة ونكتب النقط اللي عجبتنا او اللي فهمناها في كتب علم النفس او التاريخ. الحاجات اللي انتي بتقولي عليها دي كتسجيل يعني نقدر نعملها في الرواية، ازاي اعملها في التاريخ وعلم النفس وكده؟ يا جماعة مونتاج، يا جماعة مونتاج. تسجلوا ريكوردات صغنونة كده، كل معلومة في ريكورد او كل معلومتين في ريكورد، وبعد كده تبدأوا تجمعوهم في ريكورد واحد تحت مسمى المونتاج. جميل كده، عشان ايه؟ مفيش يعني حجة بعد كده. في حاجة كده بعملها بس ايه يعني هي مش مشهورة قوي، ان احنا نعيد قراءة الحاجة تاني، او مش بنعيد قراءتها كلها يعني احنا مش فاضيين، ولكن انا بطلع عليها بسرعة كده تاني بسرعة كده. يعني بنقلب في الصفح بحيث افتكر انا كنت بقرأ ايه في الصفحة دي، وبالتالي بفتكر كل حاجة. يعني رواية، كتاب، سيرة ذاتية، انا اول ما بمسك الكتاب تاني هو وبفتح اول صفحتين بفتكره على طول. فدي برضو طريقة كانت بتنفعني ان احنا نبدأ نقرأ الحاجة تاني على فترات متباعدة. ده هيخلي مخنا لا اراديا يخزن المعلومة، وبالتالي احنا مش هنحتاج ان احنا ننساها. هو مش هيلحق ينساها. انا لو بقرأ الرواية دي مثلا مرة او بطلع عليها مرة كل شهرين 3 هبدأ افتكرها عادي جدا. سادس نقطة ودي غريبة شوية، يعني غريبة موت بقى، ان انا باخد وقتي في قرايه الحاجه. يعني بحب كده ما اقراش الحاجه في يوم ونطير لا، انا بحب اخد وقتي قوي في قرايه الحاجه. يعني لو الحاجه دي بقراها في اسبوع، اقعد كده الاسبوع كله نقسم الكتاب بحيث كل يوم يكون نفس الورد او نفس الجزء اللي هقراه، فبالتالي يكون مخي متعايش مع الحاجة دي، متعايش مع الرواية او مع الكتاب او مع اي حاجة، اكون متعايشة معاه كده، ويعني انا عايشة مع الحاجة دي. فبالتالي مش يوم يومين ونطير. انا عندي فكرة ان اعرف اقرا اليوم واليومين. يعني انا الحمد لله بقيت بعرف اقرا بسرعة، فنقدر نقرا في اليوم واليومين مفيش اي مشكلة. ولكن دي حاجة بتخلي المخ في حالة كروتة، اللي هو احنا بنخلص بسرعة. دي حاجة مش مريحة للمخ ذهنيا نهائي، مش مريحة خالص. مش بيلحق يدخل المعلومة ويخزنها ويفهمها. انت بتقرا كده زي الآلة. القراءة بالذات يا جماعة ما فيهاش الحوار ده.
انا كنت بعمل الحركات دي لما كنت بنزل كل يوم او يومين تلخيص كتاب، وحرفيا دي كانت اوحش فترة في حياتي. عشان كده بطلت المحتوى ده الى حد ما، وبقينا كل فترة وفترة نلخص كتاب عجبنا ونتكلم عنه. لكن ان انت كل يوم او كل يومين تلخص كتاب، انت كأنك بتلف في ساقية. انت مخك منحش يهضم اللي فات عشان يهضم ده، عشان يهضم اللي بعده، عشان يهضم اللي جاي. انت مخك كأنه بيتخانق مع نفسه. ما تقرأوش الحاجة في يوم ولا يومين، حتى لو قادرين تقرأوها في يوم او يومين. اقرأوا الحاجة بالراحة، استمتعوا بالرواية، استمتعوا بالكتاب، اعملوا حاجة تشربوها وانتوا بتقروها، هتنبسطوا اكتر. بجد هتحسوا بأهمية القراءة وقتها. ليه؟ لان المعلومة لما بتهضم ولما بتذاكروها بالراحة. عارفين كده لما يقولوا لك مثلا ذاكر الحصة لما تاخدها وما تزودش عن اللي انت اخدته وما تراكمش حاجة عليك، لان هو بكل بساطة مخنا ما يقدرش يجي في ليلة الامتحان يلم كل حاجة كده زي الجاروف. احنا مش جاروف يا حبيبي، حتى الجاروف ليه ساعة تخزينية. بالمناسبة يا جماعة اللي مش من مصر، الجاروف ده حاجة كده مسطحة شبه يعني قد كده مثلا، بتلمي فيها التراب لما بننضف البيت. جميل. يعني اقدر من كده مش عارفه اشرحها لكم ازاي. المهم ان حتى الجاروف ده ليه سعه تخزينيه ما تقدرش تزود تراب عن الموجود. فهو كذلك مخنا ما ينفعش ياخد كل المعلومات دي في يوم واحد. انت لازم تدخله كميات متساويه ومعينه، والا كان المدرس شرح كل حاجه في يوم واحد. هو عنده طاقه والله وعايز يخلص منكم. وهكذا يعني حتى القراءة كده لازم عشان تخزن معلومة تدي وقت لمخك علشان يفهم انت عايز منه ايه. احنا المفروض يعني ناخد ايه ونفلتر ايه ونحذف ايه ونخزن ايه وهكذا. وبس كده. شوفوا الموضوع بسيط ازاي، حلقة بسيطة ظريفة خفيفة لطيفة كنا بنتكلم فيها عن ازاي افتكر اللي احنا كنا بنقراه مع بعض. وبس كده. لو انتوا بتشوفوني من على قناة اليوتيوب فاعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، ولو انتوا بتشوفوني من على صفحة الفيسبوك فاعملوا لايك للفيديو ومتابعة للصفحة. يا ريت في الاثنين تشاركوني رأيكم في التعليقات، انا بحب جدا التعليقات وحافظة واحد واحد من اللي بيعلقوا بجد. يعني عارفة شكل الكومنت بتاعهم كده، وعارفة شكل الصورة اللي هم حاطينها، عارفاهم واحد واحد. فيا ريت تعلقوا وتقولوا لي رأيكم في الحلقة، وتقولوا لي كمان لو في اي طريقة انتوا بتستعملوها علشان تخزنوا المعلومات اللي انتوا بتقروها. هكون شاكرة ليكم جدا لان انتوا هتفيدوني قبل ما تفيدوا اي حد تاني. وبس كده. كان معكم مونيكا حسام من قناه اقرا مع مونيكا. اشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده وملخص كتاب جديد وسيره ذاتيه جديده وموضوع يهمنا جديد. سلام.